سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم معايا في نوفيل فيديو لنهار اليوم. قبل لا نبداو الفيديو تاعنا نقولكم ما تنسوش تخلونا جيم واشتراك وتنضموا لعائلتنا. تحت طلب العديد من المشتركات اللي كانوا سألوني كيفاش نقدروا نتخلصوا من اي لون صبغه يكون متواجد على شعرنا، يعني نكونوا حابين نفاسيو لون شعرنا لاننا درنا صبغه وما تحصلناش على اللون اللي حابين نفاسيو هذاك اللون، او حابين نفاسيو لون الشعر باش نعالجو شعرنا. هنا نستخدم رقم واحد فقط من صبغة لوريات واللي هو رقم 6 كاستنائي فاتح. هذا الرقم نستخدموه على درجات الأشقر، نستخدموه أيضا على درجات البني وكذلك على لون الشعر البرتقالي، هذاك اللون اللي ما نحبوش. كاينه فقط ملاحظه بالنسبه للشعر العادي نستخدموا صبغه لوريات رقم 6 مع اوكسيدون 30. اما اللي عندهم شيب في شعرهم من الاحسن اننا نستخدموا اوكسيدون رقم 20. ونعاود ناكد لكم اوكسيدون رقم 20 هو للشعر يكون فيه شيب. وعلاش؟ لانه الشعر يكون بزاف حساس. اما الشعر العادي نقدروا نستخدموا اوكسيدون رقم 30. بالنسبه للمده الزمنيه، المده الزمنيه تختلف على حسب لون الشعر، يعني درجات الاشقر. مجرد اننا نبداو نابليكيوه 10 دقائق الاولى تبدا النتيجه تظهر لنا حتى 25 دقيقه. هذه بالنسبه لدرجات الاشقر الفاتح. اما بالنسبه لدرجات البني راح شويه يطولوا معنا، يعني النتيجه تظهر من بين 20 دقيقه حتى نصف ساعه حتى 35 دقيقه. يبقى فقط نراقبوا لون الشعر. حبيت فقط نأكد لكم على المدة الزمنية، يبقى فقط أنكم تراقبوا لون الشعر. من بعد ما يتفاصلكم اللون تغسلوا شعركم، تنشفوه، تستخدموا السيروم، تاخذوا حتى أنكم تخلوه أيامات يرتاح، وتستخدموا ماسكات وتعاودوا تستخدموا صبغة أخرى. نتمنى أن يكون فدتكم بهذا الفيديو. تهلاو في روحكم حبيباتي، سلام.